وصفة المستعجلين أو التعبانين، وصفة عارفه. سهلة وبسيطة ومريحة جدا وغير مكلفة بالمرة. أول حاجة كده معانا جبنا عارفه. الليمون ودقينا الثوم والفلفل والكمون والكزبرة مع بعض، ونحط عليهم كمان عصرة ليمون، ولو عندك هريسة من الشطة أو عندك فلفل أحمر أو فلفل أخضر ضيفيه. والبتنجان العروس جبته وغسلته كويس جدا، وبعدين حطيت حلة على النار فيها مية، وحطيت فيها معلقة كبيرة من الملح، بحط فيها برضو معلقة كبيرة من الخل. وهننزل بالبتنجان العروس بالعرش بتاعه او بالبوز بتاعه الموجود دوت، مش هنشيله. مش هنشيله ليه؟ علشان لو شلناه قلب البتنجان بيسود. اي بتنجان بتسلقيه بلاش تفتحيه، واسلقيه بالعرش بتاعه. وبعد كده بعد ما سلقته بقى طلعته كده هدي شويه برد، وبعدين شلت العرش بتاعه والدقه الجميله اللي كنت عاملاها معاكم دلوقتي وخللت بيها البتنجان. ومعايا برضو طماطم كده مسكتها قطعتها زي ما انتم شايفين تقطيع جميل كده وشكله حلو، وخللتها بتبقى جميله جدا. اللهم بارك. يا سلام بقى لو ضفتي على الخلطه دي كمان عودين من الكزبره او البقدونس، بيخلي طعمها جميل جدا جدا، بس انا ما كانش متاح عندي. ومعايا هنا عدس اصفر، ومعايا رز، والاتنين لازم يكونوا المقدار متجانس او متساوي جدا ما بينهم. يعني الكوبايه اللي هتعايري بيها اول طبق اللي هتعايري بيه العدس هو اللي هتعايري بيه الرز، عشان يطلع معاكي كده ايه، مفلفل ومش معجن، وكمان يكون الشكل بتاعه حلو. ومعايا حله على النار حطيت فيها نص كوبايه من الزيت. خدي بالك الكشري العدس بيعوز زيت كتير علشان ما يعجنش معاكي. وحطيت الزيت لحد ما سخن، وبعدين نزلت بالكشري اللي هو العدس والرز مع بعض. وكده انا بوريكي مقدار الميه او العقد بتاعه من الميه، ما تزيديش عن كده المعلقه، هتحطي المعلقه وتقيسي بنفس المقياس كده، عشان لو زدتي بيطلع معاكي معجن. العدس بالذات ما بيعوزش ميه كتير. وبعد كده قلبته وحطيت له كمان الملح، وحطيت له معلقه كبيره من الكركم. حابه تضيفي كركم، حابه تضيفي اي نكهات انت بتحبيها، كمون او كاري، بيكون طعمه حلو قوي خالص. وبس كده. وفلفل معانا اهوت بعد ما استوى كده، واللهم بارك، بالف هنا حبايب قلبي.